قال بو سلمان بده دولة لحاله، وبيطالب ويناشد الدول العاهرة عفوا الشريفة بدعمه. لك مين هذه الدول الشريفة اللي بدها تدعم بو سلمان هذا؟ وبدهم ممر إنساني. الممر الإنساني من وين؟ من أهل درعا، من الأردن. ما راح يفتحوا لك ولا يوافقون عليه ليكون أهل درعا. لك أهل درعا، قرات أهل درعا يا هم ملالي يا هم ملالي، والله لهم يقومون بثورة ثانية وثالثة وعاشرة ويمسحون عن الوجود، ما راح يعطونك متر واحد. بدك دولة لحالك يا ابو سلمان، ابو سلمان بدك دولة لحالك، ما بقبلش الا بدولة لحالي. ولك عدد شهدائنا 1.5 مليون شهيد، وعدد الدروز، معلش بعد احترامي للدروز الشرفاء، ترى عدد سكان الدروز 700,000، يعني عدد شهدائنا أكثر من الدروز مرتين. ولك عدد اللي مقطعة إيديها أطرافها إيديها ورجليها أكثر من أهل السويداء خلال حربنا مع النظام الهارب، النظام المجرم، النظام البائد الذي دمر سوريا، وما طالبنا بدولة ولا طالبنا بتقسيم سوريا. واليوم جاي ابو سلمان بدك دولة لحالك، يا ما بقبلش. ولك ترى كل شيء حوالي ابو سلمان هذا وجج الصراع في السويداء، ترى هم فلول النظام الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق الشعب السوري. الضباط النظام، شيء هرب على العراق، وشيء هرب على السويداء، وشيء هرب على جبل محسن، ما لحقوا. اللي ما لحق راح على السويداء والتجا الى حكمة الهجري، وهو الأجج والصراع. وهم الآن هم اللي مستلمين المجلس العسكري هذا، هم فلول النظام، ضباط النظام الأسد الهارب، ترى كلهم أغلبيتهم هذا المستلمين ترى هم تجار مخدرات وتجار حشيش، مرتكبين أبشع المجازر بحق الشعب السوري. يعني أوسخ وأقذر شيء موجودين هم اللي بالمجلس العسكري، هم فلول نظام الأسد الهارب. وهذا بده دولة لحاله أبو مقبلش، والله بدك تقبلش غصبا عنك بدك تقبلش. والأيام بيننا يا أبو سلمان.